يا أخواننا الكرام، كل منا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيصير مفتي حلب. هذا عند مين هاي القاعدة جديدة؟ عند أبي عمر الباحث. كل منا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا إذا تبوأ منصب مفتي في حلب. الإدارة السورية الجديدة تعلن تعيين الدكتور إبراهيم شاشو مفتيا لمحافظة حلب وعميدا لكلية الشريعة في جامعة حلب. طيب يا أبو عمر، إيه علاقة الخبر الجميل ده بمحمد شمس؟ تعال بقى أقول لك. دي قناة على تليجرام اسمها الشريعة سؤال وجواب، والقناة دي بتنشر إجابات فضيلة الدكتور إبراهيم شاشو على الأسئلة. واحد من الإخوة سأل الدكتور إبراهيم شاشو عن محمد شمس وعن طعنه المستمر في الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى، فأجاب الدكتور إبراهيم بهذا الجواب: محمد شمس صاحب فتن، هو وصاحبه الكويتي الآخر، يقصد عبد الله الخليفي. يقول: وهم من فرقة يدعوها العلماء المعاصرون الحدادية، وأمره لم يقف عند الإمامين النووي وابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى وطعنه فيهما، لكنه تجاوز هذا بكثير جدا، فغلا في إسقاط كل عالم تلبس ببدعة من بدع المتكلمين، وغلا أكثر من ذلك حتى تكلم في إمام الأئمة أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه. احفظوا لي هذه العبارة جيدا، أن محمد شمس الدين كان يتكلم في أبي حنيفة. ليش أبو عمر أنت ما تكلمت يوما في أبي حنيفة ردا على صابر مشهور؟ هذا ما سوف نركز عليه بعد قليل. وهو إمام من الأئمة الأربعة الذين تلقتهم الأمة بالقبول وأجمعت عليهم، ومع ذلك فقد تكلم فيه هذا الضال محمد شمس. طيب خد كمان بقى كلام الإمام البخاري: نعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه. البخاري لما يقول كلمة سكتوا عنه دي معناها إيه؟ قال الذهبي: وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. سيبك بقى كده من أبو عمر خالص أهو. إيه رأيك في كلام البخاري وكلام النسائي؟ يبقى اطلع بقى صابر اعمل حلقة ردا على البخاري والنسائي. أبو حنيفة أشرف منكم وأعلم منكم. ما هو الإنسان الغبي تتوقع منه أي حاجة والله. الإمام الدارقطني بيضعف أبا حنيفة في رواية الحديث. ما هو الإنسان الغبي تتوقع منه أي حاجة والله. السلام عليكم أبو عمر، أهلا وسهلا بك أيها الحدادي. فما الذي تغير يا أبا عمر؟ التعصب للباطل بذريعة درء الطعن في العلماء مسلك سلكه صابر مشهور، مسلك عاطفي، لكن رد عليه أبو عمر الباحث بعلم. غير أن أبا عمر الباحث سلك معنا مسلك صابر العاطفي، فرد عليه أبو عمر الباحث بعلم فأجاد، فرددنا على أبي عمر الباحث بعلم وأجدنا. أهلا وسهلا أبو عمر الباحث. بالأمس اتهمك صابر مشهور بالطعن في أبي حنيفة فرددت عليه، ولم تبالي باتهامه لك أنك تطعن في أبي حنيفة، وهذا الشيء تفعله اليوم أنت. أهلا وسهلا بك في فرقة الحدادية يا أبو عمر. الله أكبر الله أكبر. الدكتور إبراهيم وصف محمد شمس بالضال ووصفه بأنه صاحب فتن، ولا ينصح بسماع محمد شمس إلا لمن سيرد عليه فقط. تعلموا من أبي عمر الباحث، تعلموا الدين. اللي صار يصرخ الله أكبر الله أكبر ظهر الحق، خير إن شاء الله. طعن مفتي حلب الجديد إبراهيم شاشو بمحمد ابن شمس الدين. طبعا هو ما قال شمس الدين، قال شمس. محمد بن شمس طعن في محمد بن شمس. ايه طيب، عادة يا أبا عمر الباحث من يطعن، انت ما بعرف بتعرف بعلم الحديث ولا لا، من جرح شخصا لابد أن يكون معه سبب الجرح، وإلا يبقى على الأصل التعديل. بشو طعن
إبراهيم شاشو بمحمد شمس الدين قال أنه يطعن في أبي حنيفة. بس أبو عمر نفسه يطعن في أبي حنيفة. كيف؟ في إحدى فيديوهاته ألزم أحد خصومه بطعن البخاري بأبي حنيفة. لكن قبل أن أقول هذا الكلام أعلن أني لست من الطاعنين في الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الإمام النسائي ذكر أبا حنيفة في كتاب الضعفاء والمتروكين وقال: أبو حنيفة ليس بالقوي في الحديث. إيه يا صابر، عامل إيه دلوقتي؟ هتطلع بقى ترد على الإمام النسائي؟ طيب خد كمان بقى كلام الإمام البخاري. نعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه. البخاري لما يقول كلمة سكتوا عنه دي معناها إيه؟ قال الذهبي: وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. سيبك بقى كده من أبو عمر خالص أهو. إيه رأيك في كلام البخاري وكلام النسائي؟ يبقى اطلع بقى صابر اعمل حلقة ردا على البخاري والنسائي. أبو حنيفة أشرف منكم وأعلم منكم. ما هو الإنسان الغبي تتوقع منه أي حاجة والله. الإمام الدارقطني بيضعف أبا حنيفة في رواية الحديث. ما هو الإنسان الغبي تتوقع منه أي حاجة والله. صار أبو عمر الباحث طعان في أبي حنيفة، والبخاري طعان في أبي حنيفة، والروايات 20-30 اللي جبتهم وصحح إسنادهم محقق كتاب تاريخ بغداد كلها روت روايات صححها المحقق تطعن في أبي حنيفة. طبعا نحن ما ندين الله به أنه تاب ورجع بعد أن قال كلمات ألزم فيها بالكفر واستتيب من الكفر. لكن إذا كان كلام محمد شمس الدين في أبي حنيفة طعن وبصير فتان في الدين، خلاص صار أبو عمر يروج كلام البخاري اللي هو فتنة في الدين أيضا. والله أنا ودي أزيدك أيضا من الشعر بيت يا أبو عمر. عندك الدارقطني روى عن عبد الله بن الإمام أحمد أنه قال: سألت أبي عن أسد بن عمرو فقال: كان صدوقا ولكن كان من أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يروى عنه شيء. الآن عنا النسائي، الدارقطني، البخاري، مين بعد فيه؟ عنا مسلم. يروي الخطيب البغدادي عندك الآن مسلم. يقول مسلم: أبو حنيفة النعمان بن ثابت صاحب الرأي. شوف لماذا كانوا وقفوا منه هذا الموقف اللي هو عندكم اليوم حدادي. كان صاحب رأي، يعني لا تقدموا بين يدي النبي. فهو معروف عندهم بأنه كان يقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مضطرب الحديث، ليس له كبير حديث صحيح. والنسائي كما تفضلت يقول: ليس بقوي في الحديث. هذا على منهجكم، هذا سلوك حدادي. فنحن إذا تتبعناهم قلتم حداديون، يلزمكم أن السلف حداديون. أنا أزيدك من الشعر بيتا حتى تستفيد وتلحق هذه بردك على صابر مشهور، من كتاب تراجم رجال الدارقطني صفحة 81 ترجمة رقم 321. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن أسد بن عمرو قال: كان صدوقا لكن كان من أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يروى عنه شيء. وينك يا أبو عمر؟ لماذا لن تستدل على صابر مشهور بهذه أيضا؟ أرأيت يا أبا عمر اليوم تدافعون عن الأشاعرة بذريعة الطعن في العلماء، نفس المنهج الذي سلكه صابر مشهور معك، فاستعملت ضده نفس منهجنا الذي ننتهجه ضدك اليوم. أرأيت؟ وبهذا ينكشف تناقضك ونقول لك ما كنت تقول لي: فما الذي تغير يا شيخ؟
ونحن نقول لك اليوم فما الذي تغير يا أبا عمر؟ شخصية صابر مشهور الذي كان يقول لك أنتم تطعنون في أبي حنيفة، وأنت بدورك الآن تقول أنتم تطعنون في النووي. باؤكم تجر، باؤنا لا تجر. يجوز لكم أن تطعنوا في أبي حنيفة ردا على صابر مشهور، لكن لا يجوز لنا نحن أن ننتقد النووي الذي صرح بلا تردد أن علم الكلام هو علم التوحيد، وأن البدعة ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في إلا بدعة واحدة، بدعة ضلالة، لكن في 5 أقسام للبدع. في بدعة واجبة. ما هي البدعة الواجبة؟ ضرب لها مثالا بعلم الكلام. تعلم علم الكلام واجب. حقيقة مللنا من تكرار إقامة الحجج عليكم، ثم تتملصون وتهربون ولا تجيبون، لكن تكررون الردود، حتى قال لك الناس والله قد مللناك. فضح الله أمرك، كشف الله سترك. إذن هناك اتفاق على الكلام في أبي حنيفة لما خالف. ومن النووي أمام أبي حنيفة؟ أنت لم تتردد أبدا في إبراز طعن البخاري في أبي حنيفة، وكنت تقول بكل عين وقحة هكذا لصابر: ها يا صابر عامل ايه دلوقتي؟ يا لك من وقح متناقض. نكمل. بس إبراهيم شاشو بس عنده هاي المشكلة؟ يعني أليس إبراهيم شاشو أيضا عنده طعن في العلماء؟ طبعا أنا الآن لا أعرف الرجل، لكنه تكلم في علماء معروفين بالعلم، منهم الشيخ الفوزان، قال هذا لا يؤخذ عنه علم. كذلك على ما وردني قبل قليل أنه حتى يتكلم عن مشايخ المملكة العربية السعودية بالجملة، يعني الرحيلي، الفوزان، وليد السعيدان، بلغني أيضا ابن عثيمين وابن باز. لكن على كل حال على فقه أبي عمر الباحث خلاص بصير مفتي، يعني بصير معصوم. كيف عند الشيعة إذا كان من أهل البيت بصير إمام وبصير معصوم، كذلك عند أبي عمر إذا واحد صار مفتي حلب بصير معصوم، وإن قال ما قال. وبصير بيصرخ أبو عمر الباحث: الله أكبر، ظهر الحق. عندي تعليق على كلمة ظهر الحق يا أبو عمر الباحث، خليك معي على الخط شوي. كلام النووي الذي يبين لنا من هم أهل الحق. بما أنك قلت يا أبا عمر ظهر الحق، رح نشوف من هم أهل الحق عند النووي. بالمناسبة عندنا مجنون أبي عمر اللي هو ماذا قال هذا المسمي نفسه زين؟ لماذا لم يقل النووي أنا أشعري؟ فهذا يلزم منه إذا واحد قال عن النصارى هم أهل الحق لكن قال أنا مسلم، يبقى مسلم. وإن قال عن النصارى أنهم أهل الحق، دعك من النصارى. واحد يقول الأشاعرة هم أهل الحق، شو نقول عنه؟ سلفي؟ يعني حتى لو قال أنا سلفي وقال الأشاعرة والماتريدية هم أهل الحق، هذا عندي أشعري. لكن عند هذا المتغافل المتحامق لا يزال سلفيا، وإن قال الأشاعرة هم أهل الحق، الماتريدية هم أهل الحق. واحد يقول المعتزلة هم أهل الحق، شو بيكون؟ واحد يقول الجهمية هم أهل الحق، شو بيكون؟ لا، لازم يقول أنا جهمي حتى يصير جهمي، وإلا لا يكون جهميا حتى وإن قال عن الجهمية هم أهل الحق. النووي في كل كتبه دائم الوصف للأشاعرة بأنهم أهل الحق، وينسب نفسه إليهم، يقول أصحابنا المتكلمون هؤلاء لا يؤمنون. الدليل عنده بحسب ما يشتهون. جيب لي أن النووي قال أنا أشعري، هذه قاعدتكم وقد نسفها لكم النووي. رح نشوف من هم أهل الحق عند النووي، بدنا نعرف.
يقول النووي: مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه. قوة، الرؤية قوة يجعلها في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي. وقد قرر أئمتنا المتكلمون، والله لو قال ابن عثيمين هالكلمة هذه لقلت عنه أشعري، والله لو قالها ابن عثيمين. خلينا نكمل. وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية. من هم الأئمة؟ الأشاعرة. فقالوا: ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى الله عن ذلك، بل يراه المسلمون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة. مين أئمة النووي الآن؟ أشاعرة. أهل السنة لا يقولون بذلك، حاشاهم. أهل السنة يثبتون لله جهة أثبتها الله لنفسه، وهي جهة العلو. مش العلو هذه عند الأشاعرة هيك علو الله، هيك علو شرف، علو منزلة، هيك 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 علو الله عند الأشاعرة، هيك علو منزلة. مش علو جهة فوق العرش، لا. إذا النووي أشعري. لا، لسه ما قال أنا أشعري. انتبهوا يا أخوان، حتى وإن قال أئمتنا المتكلمون والتزم كلامهم، بعده عند هذا القزم ليس أشعريا. السؤال: من أئمة المسلمين قال أن الله يرى لا في جهة؟ هذا قول ورثة الفلاسفة، مش قول ورثة الأنبياء. لا، القائلون أن الله ليس في جهة هم فاقدون لربهم، عم يفتشوا عليه، لا يعلمون إلى الآن أين هو. وقد حكم السلف بكفر الجهمية لنفيهم علو الله فوق عرشه. لكن النووي قال أنهم يرون الله لا في جهة، يعني بغير مقابلة، وهذا نفي للرؤية بعد إثباتها لفظا. هيك الأشاعرة دائما يثبتون الشيء وبنفس الجملة يثبتون نقيضه أبدا. فهذا القول زبالة الأشاعرة ورثة الجهمية، وأهل الحق عند النووي هنا هم الأشاعرة. ما تزعلوا من كلامي، لا تقولوا الدمشقية يسب يقول زبالة. أنتوا يا أشاعرة قلت عن الله يكنس الزبالة كما قالها القشيري، وهيدي العبارة صار لي أكثر من 30 سنة وأنا ألزم الأشاعرة بها، وأخذين شو وضع ميوت، صمت، ولا كلمة. الله يكنس المزابل عند الأشاعرة، نعم. هل أنكر أحد من الأشاعرة هذه العبارة على القشيري الأشعري؟ لا. التي رواها عن أبي علي الدقاق الصوفي المخرف. أنت تطعن في الدقاق. إيش الدقاق؟ طعن بالله وقال عنه كالناس مزابل، والأشاعرة ولا كلمة، وهم ينزهون الله تعالى عما لا يليق به، ويتهمون مثبت الصفات بالتجسيم والتشبيه، لكن مثبت كالناس بكنس زبالة عن الله، هذا خلوا بعد ولا كلمة. اسكتوا اسكتوا، لا تفضحوناش. على لغة علي جمعة، ما تفضحوناش. العبارة الثانية للنووي: قال إمام الحرمين في الإرشاد، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة أعتقد، في تفسير صفة اللطف لله عز وجل، قال: اللطف عند أهل الحق. الآن النووي يقر كلام الجويني بأنه أهل الحق هم مين؟ اللطف عند أهل الحق خلق قدرة الطاعة خالفت فيه المعتزلة. يعني الأشاعرة أهل الحق خالفوا
المعتزلة في ذلك. أين قال ذلك النووي نقلا عن الجويني؟ كتاب تهذيب الأسماء واللغات المجلد الرابع صفحة 295. هذا واضح أن أهل الحق عند النووي هم ما نقله الجويني عنهم، يعني الأشاعرة. وهذا ما قاله الجويني في كتابه الإرشاد صفحة 320، وهو قول التفتازاني الأشعري في كتابه شرح المقاصد المجلد الثاني صفحة 159. شوفوا كيف نتكلم نحن بعلم، بدليل، بمنطق. عند أبي عمر الباحث الله أكبر ظهر الحق، طعن إبراهيم شاشو في محمد بن شمس الدين. ليه؟ لأنه تكلم في أبي حنيفة. طيب المفروض تصرخ الله أكبر. ثبت ضلال البخاري الذي أنت استدليت بكلامه في الطعن على أبي حنيفة. ذكر أبا حنيفة في كتاب الضعفاء والمتروكين وقال أبو حنيفة ليس بالقوي في الحديث. إيه يا صابر، عمل إيه دلوقتي؟ هتطلع بقى ترد على الإمام النسائي؟ إيه يا أبا عمر؟ ظهر أهل الحق الآن، ظهر الحق، الله أكبر. خلينا نكمل. إيه والله يا أبو عمر، شو رأي؟ ودي توصل رسالة لمفتي حلب، شو رأيه بالبخاري الآن وبالنسائي؟ الله أكبر ظهر الحق. لا أقول من مضحك أبو عمر لما رد عليه وألزم بهذه الإلزامات أنه إبراهيم شاشو أيضا يطعن في العلماء، شو رأيك؟ وأنت تعظم هؤلاء العلماء. أخذ وضع صمت، ميوت، ولا كلمة. عمل فيديو وقال الحمد لله بعدما رددت على محمد شمس والمتابعون للفيديو كانوا كثر. انتبهوا، يعني هذه لعبة نفسية. إذا شاهدتم مقطع محمد شمس الدين حتى تعرفوا الحق، الآن مش عن طريق مفتي حلب، الآن صار في طريقة أخرى لمعرفة الحق. شوفوا عدد المتابعين اللي شاهدوا حلقتي، هيك بتعرفوا أني أنا على حق الآن. شفتوا يا أخوان، هذا رجل خبيث. خلينا نكمل الآن، بدنا الناس يعرفوا من هم أهل الحق عند النووي. يلا يا نووي. أي كذلك قال عضد الدين الإيجي، لأنه أشعري. أنا عندي هذا عضد الدين مش عضد الدين، أشعري قح متكلم فلسفي لا يكاد يعرف الاستدلال بكتاب أو سنة. يعني مثلا يقول قال الإمام أحمد الاستواء معلوم والكيف مجهول، مع أن هذه رواية عن مالك. كتاب المواقف للإيجي صفحة 273. قال النووي، هذه الآن الجملة الثالثة للنووي: واختلف أهل الحق في الولي، هل يجوز أن يعلم أنه ولي أم لا؟ يعني هو نفسه يعلم أنه ولي أم لا؟ اختلف مين؟ أهل الحق. لنشوف مين أول من يستدل بهم النووي من أهل الحق. فقال الإمام أبو بكر بن فورك لا يجوز لأنه يسلبه الخوف إلى آخره. هذا أول أهل الحق عندك، هيدا أبو بكر بن فورك غارق في الفلسفة وعلم الكلام ومتناقض، حتى انتقده مين؟ الكوثري. هذا الذي حدا بالكوثري إلى الطعن في ابن فورك وقوله بأن تأويلاته من قبيل تأويلات الباطنية. تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات صفحة 452. شوف كيف طرقنا في البحث والاستنباط والاستدلال سليمة ولله الحمد. ما عندنا استعطاف ونبرات كلام فاضي واستعطاف لعوام الناس، بس استجداء لعواطف العوام بس. لكن عند النووي هذا أول من يستدل به من أهل الحق. قال النووي: وكان الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله يقول بجوازه، وهو الذي نؤثره ونقول به. يعني يجوز أن يعلم الولي أنه ولي لله تعالى. إذن مين أهل الحق عند النووي؟ ابن فورك الذي انتقده الكوثري وجعله من جنس، وجعل تأويلاته تحريفاته من قبيل تأويلات الباطنية،
وكذلك الحشاش الذي قال، شوف يا أخوان، من قطع هذه العبارة الآن فهو لص. الحشاش الذي قال أن الله كالناس يكنس بالصوفية المزابل. مين قال هذا؟ أبو علي الدقاق اللي عند النووي هو أهل الحق. حتى تعرفوا النووي أشعري، لا يزال عند هذا المسمى زين. لا إذا لم يقل أنا أشعري فهو ليس أشعري، حتى وإن قال عن الأشاعرة أنهم أهل الحق. مثل اللي بيتخبى بخيال إصبعه. العبارة الرابعة من النووي قال أن رؤية الله ممكنة بالعقل عند أهل الحق، قاله في بستان العارفين. هذا قول الأشاعرة كما أكده البيجوري لما تكلم عن رؤية الله، قال رؤية الله ممكنة بالعقل. تحفة المريد صفحة 195. هنا نقطة مهمة يا إخوان، أهل السنة لا يبدأون إثبات شيء من الغيبيات بالعقل، بل يقولون رؤية الله مثلا ثابتة بالشرع. قال تعالى إلى ربها ناظرة، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سوف ترون ربكم. لكن أنا نظرت إلى نص آخر للنووي فوجدته يتكلم عن إمكانية رؤية الله في الدنيا. إذا قال ذلك هذه مسألة أخرى، فهناك من العلماء من رجح الإمكانية ومنهم من لم يرجح الإمكانية، لقوله تعالى لن تراني، يعني رؤية الله غير ممكنة في الدنيا. من نبه على ذلك؟ أنا أخطأت في هذا من قبل في ردي على أبي عمر الباحث، فهو رد علي وتعقبني في ذلك وكنت أنا مخطئ. جزاه الله جزاه الله جزاه الله. والأشاعرة لا يفصلون، يقولون خلاص ممكنة بالعقل كما قالها النووي نقلا عن المازري الأشعري اللي كنت أنا من قبل أقول عنه إمام وأستغفر الله من ذلك. لأن الأشاعرة عندي ليسوا أئمة هدى، لا، بيجيبوا من عند أرسطو يفتنون الناس بعلم الكلام وبيكونوا عندنا من الأئمة الأعلام. لا. يلا العبارة الخامسة الآن. قال النووي مذهب أهل الحق الإيمان بالقدر وإثباته وأن جميع الكائنات إلى آخره خيرها وشرها بقضاء الله تعالى وقدره. تمام، كلام طيب. وهو مريد لها كلها ويكره المعاصي مع أنه مريد لها لحكمة يعلمها الله، يعني يكرهها لكن يريدها لحكمة يعلمها الله. وهل يقال أن الله يرضى عن المعاصي ويحبها؟ يرضى عن المعاصي ويحبها. فيه مذهبان لأصحابنا المتكلمين. مين حكى هذين المذهبين لأصحابنا المتكلمين؟ الجويني. لكن الجويني بعد ذلك قال ومن حقق من أئمتنا لم يلتفت إلى تهويل المعتزلة، بل قال الله تعالى يريد الكفر ويحب الكفر. سمعتوا شو عم أقول؟ عفوا، ماذا يقول الجويني؟ وهذا ما ينقله عنه من؟ النووي. الآن النووي هو الذي ينقل الكلام. ومن حقق من أئمتنا يعني الأشاعرة، مش أنه الإمام أحمد أو مالك أو البخاري، لا، يعني من تنبه إلى أحقية كلام الأشاعرة لم يلتفت إلى تهويل المعتزلة، بل قال الله يريد الكفر ويحبه ويرضاه، والإرادة والمحبة والرضا بمعنى واحد. كتاب الأصول والضوابط المجلد الأول صفحة 23. هيدول مين أهل الحق عند النووي؟ الأشاعرة متكلمون. لا، عن زين يبقى النووي لا نزال ننفي عن النووي التأشعر إلا إذا قال النووي أنا أشعري. هذا الكلام الذي يقوله الأشاعرة والله يعني مع أن النصارى
أهل كفر ووثنية وباطل، لكن لم أرى أحدا من النصارى يقول أن الله يحب الكفر ويرضاه ويريد الكفر. يريد، يحب، يرضى. عند من؟ عند الأشاعرة. هؤلاء لا يفرقون بين الإرادة التي تستلزم المحبة والإرادة التي لا تستلزم المحبة، ولذلك قالوا عن أن الله يحب، قالوا هذا معناه أنه يرضى، يريد. يحب يعني يريد، فالمحبة عندهم معناها الإرادة. وهذا الذي جعلهم يقولون أن الله يريد الكفر، يحب الكفر، لأن المحبة هي الإرادة. حتى تعرفوا من هو النووي، وإذا تكلمنا في النووي قالوا أنت تطعن في العلماء. العبارة السادسة عند النووي قال: يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئا فلا يقع، ومذهب أهل الحق أن الله مريد لجميع الكائنات خيرها وشرها، ومنها الإيمان والكفر، فهو تعالى مريد لإيمان المؤمن، مريد لكفر الكافر، خلافا للمعتزلة في قولهم أنه أراد إيمان الكافر ولم يرد كفره. تعالى الله عن قولهم الباطل، فإنه يلزم من قولهم إثبات العجز في حقه تعالى. أكرر ما قلت: المحبة مؤولة عند الأشاعرة بمعنى الإرادة. لماذا أولوا المحبة بالإرادة؟ لأن المحبة عند الأشاعرة ضعف يعتري القلب، والله منزه عن الضعف، فجعلوا المحبة هي الإرادة، فالتزموا ربط المحبة بالإرادة، فوقعوا في المحظور وقالوا الله يحب يعني يريد. الآن لسنا بصدد الرد على هذه المقولات، لكن أحببنا أن نبين أن هذا المذهب مذهب أشعري يقرره النووي في أي كتاب، في كتب يتكلم فيها عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها شرحا أشعريا. فإذا نبهنا وحذرنا قالوا أنت تطعن في العلماء، وبيلعبوا لك لعبة سيناريو كما فعل الزنديق صاحب قناة شؤون إسلامية، جاب لك سيناريو حرق تفسير ابن كثير ونسبه بطريقة سحرية إلى الحدادية. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبتليه بنفسه بأبنائه بأهله في الدنيا وفي الآخرة. استمتع يا لص، تمتع قليلا يا لص. هذا الكلام رد عليه ابن تيمية ردا مفصلا في شرح الأصبهانية، وقال عن الأشاعرة ردا عليهم بعد أن ذكر أنهم يقولون أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان، قال: وفساد هذا القول مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. شرح الأصبهانية صفحة 13. هل عرفتم الآن من هم أهل الحق عند النووي؟ هذا كله بمناسبة قول أبي عمر الباحث: الله أكبر، ظهر الحق. تبوأ إبراهيم شاشو منصب مفتي حلب، وهو الذي يرد على محمد شمس الدين ويقول بأنه صاحب فتنة. هكذا يعرف الحق عند أبي عمر الباحث. من ازداد أعداد متابعيه ومشاهديه هذا دليل على أنه هو على الحق، ومن تبوأ منصب مفتي هذا دليل على أنه هو الحق. حتى ولو طعن بالفوزان بقية السلف، بقية علماء السلف، أسأل الله أن يطيل عمره وأن يحسن عمله وينفع المسلمين به. الفوزان عالم سلطة لا يليق أن نأخذ العلم عنه إلا في أمور يعني الحيض نفاس، ما أمور السياسة لا هو ولا الرحيلة. والله يعني وإن كنت أنا أنتقد المداخلة، لكن والله هم أقرب إلى المنطق وإلى المنهج الذي أنا عليه من هؤلاء السفلة. لماذا أقول السفلة؟ السفلة كما نقل عن الشافعي
أن إكرامه لأهل الباطل أكثر من إكرامه لأهل الحق، فماذا لو كان يهين أهل الحق كرامة لأهل الباطل كما هو حال أبي عمر الباحث ومجنونه زين خير الله. بل وصل الأمر بهم إلى أن قالوا بأن الأشعري أصح عقيدة من السلفي. من قال بذلك؟ عضو حزب النور وليد إسماعيل، صاحب وليد إسماعيل ابن زبيرة، صاحب الفتوى الزبيرية، صاحب اليمين الزبيرية التي لم يتراجع عنها كبرا وتعصبا، حتى الآن ما تراجع. بالرغم من تقديرنا للشيخ إبراهيم شاشو، وبالمناسبة تهنئتنا له بنصر الشام وبتبوئه هذا المنصب، أسأل الله أن ينفع به، لكن لابد من لكن، لا نسلم له بكل ما يقول ونستبشر بوجهه وسمته خيرا، لكن هناك أمور لا نوافقه عليها. خذ على سبيل المثال هذه فتوى له، سئل عن موقفه من الشيخ الألباني، قال هو علامة محدث له جهود مشكورة في دعوة الناس للسنة إلى آخره، لكن يقول مشكلته أنه يتكلم في غير فنه، يعني ساعاتي مثلا لأنه كان يصلح الساعات ولا شو، يتكلم بغير فنه. حقيقة أنا اطلعت على كثير من فقه الألباني، والله رجل فقيه، وكل ما تعلق الرجل تعلق وتعمق بالحديث كلما كان أفقه. المشكلة ماذا قال الشيخ شاشو؟ قال لا ننصح بأن يؤخذ منه فقه أو عقيدة. الله أكبر. الشيخ الألباني إذا كان لا يؤخذ منه فقه ولا عقيدة، ماذا بقي أن نأخذ منه؟ فقط حكمه على الحديث، هذا صحيح هذا ضعيف فقط. ملأ الدنيا فقها وعلما ودافع عن العقيدة وصار رمزا في الدفاع عن العقيدة. شو هالكلام؟ لا ننصح بأن يؤخذ منه فقه ولا عقيدة، لا نوافقه على ذلك والله. كذلك سئل عن الشيخ سليمان الرحيلي، قال هذا جامي مدخلي، لا أنصحك بالسماع منه أو الأخذ منه. طيب لنا اعتراض على مواقف هؤلاء، لكن لا يؤخذ منه، لا يسمع منه. الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه من علماء السلاطين الموالين للحكام المبدلين لشرع الله الحاكمين بغير ما أنزل الله، وهم مع ذلك يرونهم أئمة عدل وولاة أمور تجب طاعتهم. الشيخ الفوزان أعرفه، لكن قوله تجب طاعتهم لا يعني أنهم يوافقونهم على كل ما يفعلون، لا. الشيخ الفوزان لما يأتي وقت الجد يعني لابد أن يقول كلمة الفصل يتكلم ولا يخاف. نعم هو يأمر بالسمع والطاعة. قد يأخذ عليه البعض أنه ذهب بعيدا في ذلك، لكن لا يؤخذ منه. مش بس هيك، يقول أنه يأخذ ذلك، يعني هذا المنهج في طاعة ولاة الأمور، يقول يرى ذلك دينا وعقيدة لا نفاقا وتملقا. يعني الفوزان يرى ذلك دين وعقيدة ولا يراه نفاقا ولا تملقا، يعني هو حقيقة نفاقا وتملقا عنده، لكن الفوزان لا يرى ذلك. طيب الحاصل قال فهو بذلك أضر على الأمة من علماء السوء الآخرين. ثم قال كفانا الله شرهم وأراح الأمة منهم جميعا، يعني الله يريح الأمة من الفوزان. أبو عمر الباحث هذا طعن في المشايخ؟ لا. إذا كانوا سلفيين طنش، إذا كانوا أشعريين نطالب أسامة الأزهري
إما الاعتذار وإما الاستقالة. أبو عمر الباحث وغيره العصابة هم حماة الأشاعرة. أقسم بالله أدين الله بما أقول، أدين الله بما أقول، هم حماة الأشاعرة، وذرائعهم لم تعد تنطلي على كثير من الناس، وذرائعهم لم تعد تنطلي على كثير من الناس. في البداية أحسن الناس ظن بهم، لكن لما يجوا الآن إذا تكلم في شيخ سلفي سكتوا. يعني الفوزان، ابن عثيمين، الألباني، هؤلاء جبال صخور في السنة وفي العقيدة، شو لا يؤخذ منهم فقه ولا عقيدة؟ طبعا إذا تكلم عن الفوزان فلا أراه يفرق بينه وبين ابن عثيمين، بينه وبين ابن باز. بالمناسبة هذه الفتوى تم إخفاؤها من الموقع لأسباب قد لا تخفى عليكم. العلاقات مع السعودية الآن بين سوريا وبين السعودية طيبة، وهذه الفتوى قد تعكر على ذلك فتم سحبها. إذن هذا موقفه من الفوزان. شو كمان عنا؟ كذلك موقفه من أسامة بن لادن رحمه الله. يقول مجاهد من رجالات الإسلام المعدودين في هذا الزمان الذين حملوا راية الجهاد بقوة وهجر الدنيا، إلى آخر ما قال. يا ترى أنا أتوقع أنه سوف يحذف هذه الفتوى أيضا، لأنها أخطر أمنيا على السعودية من كلامه عن الفوزان بصراحة. يعني موقفه من حركة طالبان المذهب الماتريدي، يقول لا، هذه شائعات عنهم وأنهم لديهم شركيات، فيشيعون بين الناس أن الطالبان لديهم شركيات وأن عقيدتهم ماتريدية ديوبندية. أنا أدرى منك يا شيخ إبراهيم شاشو بالماتريدية والديوبندية منك، يعني عايشتهم، خبرتهم. أنا صار لي حوالي 30 سنة أو أكثر في بريطانيا، وإخواننا السلفيون في طالبان في أفغانستان وفي باكستان يعانون المر منهم، فهم غلاة مذهبيون غلاة. لمجرد أن الرجل يجهر بأمين يضربونه، يسجنونه، يجبرونه أن يكتب تعهد في أنه ليس وهابي، هم يقولون وهابي، وإلا فالسجن والضرب أو ربما القتل. قمة في التعصب. الديوبندية هي تسمية باكستانية للمذهب الماتريدي الذي قال عنه مشايخ الأزهر. هذا المذهب الماتريدي هو أقرب إلى الاعتزال إلى المعتزلة من الأشاعرة. هم الماتريدية أقرب إلى المعتزلة من الأشاعرة. هذه شهادة من أحد كبار عمالقة ونظار الأزهر، الشيخ الأزهري الأصولي محمد أبو زهرة، كما ترى في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية. مذهب كلامي محض. لو فتحت كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي لا تجد إلا كلام فلسفي، مع أنه اسمه التوحيد. لكن لا يخفى عليك يا شيخ إبراهيم شاشو أن علماء الكلام يسمون علم الكلام بعلم التوحيد، ومنهم النووي، كما في كتاب المجموع المجلد الأول صفحة 49. أين توحيدهم من التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تنكر ذلك؟ إبراهيم شاشو الآن بدي يكبر. الله أكبر، الله أكبر. تبوأ الشيخ إبراهيم شاشو منصب مفتي وتكلم عن وليد إسماعيل. شو رأيك يا أبو عمر؟ قال
له سقطات، تناقضات، ومواقف مثيرة للجدل والريبة، أشهرها تأييده لحزب النور المدافع عن السيسي. يلا أبو عمر، هات لك تكبيرة، الله أكبر الله أكبر. وورطت نفسك الآن، أنت الآن بفتحك لموضوع مفتي حلب ورطت وليد إسماعيل معك. شو رأيك؟ ورطت الرجل معك. خليني أشوف في وليد آخر، وليد السعيدان. لا ننصحك بطلب العلم عند الشيخ وليد السعيدان، غفر الله له. كمان لا ينصح به وليد السعيدان اللي عم يدافع عنكم، الذي سب محمد شمس الدين ووصفه بالكلب. قال ليه؟ لأنه تكلم في أبي حنيفة. طيب يلزمه أن يصف البخاري بالكلب لأنه تكلم في أبي حنيفة. يلزمه أن يصف الإمام أحمد بالكلب لأنه قال عن أبي حنيفة لا يؤخذ عنه شيء. شوف، رجل اسمه أسد بن عمرو يحكي الدارقطني الذي يحتج به أبو عمر الباحث للطعن في أبي حنيفة، يحتج به. الآن الدارقطني يحكي عن عبد الله بن الإمام أحمد أنه سأل أباه عن رجل اسمه أسد بن عمرو، قال كان صدوقا لكنه، شوف، لكنه كان صاحبا لأبي حنيفة فلا يؤخذ عنه شيء. أنت ورطت نفسك الآن بفتح موضوع إبراهيم شاشو. ما رأيك الآن؟ إبراهيم شاشو يقول أن محمد شمس الدين صاحب فتنة. طيب أليس يلزم من ذلك أن يصير الإمام أحمد صاحب فتنة والنسائي صاحب فتنة وأنت صاحب فتنة لأنك أتيت بهذه الروايات الطاعنة في أبي حنيفة ردا على صابر مشهور؟ أنت يلزم من فتوى إبراهيم شاشو أن تصير أنت صاحب فتنة أيضا. ما عندكم علم، بس هيصت. الله أكبر، لمجرد أنه إبراهيم شاشو صار مفتي ولأنه تكلم بمحمد شمس الدين. أقسم بالله يا إخوان، فتح موضوع النووي وقضية أبي حنيفة كنت جاهلا بها تماما. يعني جزاه الله خيرا محمد شمس الدين، هذا الموضوع فتح لي أبوابا وآفاقا كبيرة ما كنت أعرف. وأنا قد لا ألوم الشيخ إبراهيم شاشو لأني كنت مثله من قبل أن تفتح هذه الفتنة، وتبين لي أن السلف تكلموا فيه. هذا البخاري يقول سكتوا عنه، ثم يأتي أبو عمر الباحث بالذهبي ليبين أن معنى قول البخاري سكتوا عنه يعني تركوا أبي حنيفة. ولذلك هذه الرواية التي أتى بها الدارقطني تبين أنهم تركوا أن أبا حنيفة يترك. شوف هذا هو تراجم رجال الدارقطني صفحة 140 ترجمة رقم 320. قال عن أسد بن عمرو كان صدوقا لكنه كان من أصحاب أبي حنيفة فلا يؤخذ عنه شيء. يلا قدموا إبراهيم شاشو على أحمد بن حنبل وعلى البخاري. ما عندكم تأصيل علمي يا أبا عمر الباحث، ما عندكم شيء. خلينا نكمل نشوف ماذا عنده أيضا. أنت بررت الاستغاثة بغير الله، لا أبالي، لا قيمة لقولك أن هناك اختصارا، بدل أن تقول استغثت الرب بالنبي تقول استغثت بالنبي اختصارا. هذا تبريرك هذا مرفوض. في هذا تبريرك هذا مرفوض. الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك، ولا قيمة لقولك أن هناك اختصار. لا قيمة لك ولا للسبكي ولا للهيتمي.
الذي يقول عن ابن تيمية عبد أضله الله وختم على سمعه وقلبه، والسبكي الذي يضلل ابن تيمية ويقول كل المسلمين كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا حين جاء ابن تيمية هذا وخالف السلف. رجل كذاب. إذن إبراهيم شاشو في الفتوى رقم 10,165 يقول الاستغاثة بغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. وأنت تبرر يا أبا عمر الباحث لهذا الشرك المخرج من الملة. أنت تبرر، تزينه، أنت مزين. كيف القرآن يقول عن الشيطان وزين لهم أعمالهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم. أنت مزين، مش صالون حلاقة، لا، أنت مزين الشرك. نكمل. الددو، ماذا يقول عن الددو؟ مثل هؤلاء جديرون بالفتوى، جديرون بالفتوى. الددو الذي رددنا عليه كثيرا ولا التفت إلى الردود، حر، ما بده يجاوب ما يجاوب، لكن الحجة أقيمت والموقف عند الله يوم القيامة. هذا يؤخذ عنه العلم. وكذلك يسأل عن كبار العلماء اللي اددوا، عضو منهم يعني الاتحاد العلماء الذي ترأسه القرضاوي، وكان النائبان عنه مين؟ آية الله التسخيري المسخر من قبل إيران، ومفتي الخوارج الإباضي أحمد الخليلي. بسم الله ما شاء الله. يا عين يا عين، لو راح القرضاوي خلفه خارجي ورافضي منذ أكثر من عقد من السنوات، أكثر من 10 سنوات، وأنا أرد على الاتحاد العلماء هذا، وأطالب الدعاة وطلبة العلم بالخروج منه بسبب هذا الشيء. الآن ماذا يقول عنهم إبراهيم شاشو؟ مثل هؤلاء العلماء جديرون بالفتوى في هذه النوازل، جديرون بالفتوى. أما الألباني لا يؤخذ منه لا عقيدة ولا فقه. الفوزان لا يؤخذ منه شيء، هو أضر على الأمة من عائد القرن. فحقيقة لا نرى موقفك إلا فيما يعود بالفائدة على المذهب الأشعري بس، وعلى علماء الأشاعرة، ولو على حساب الفوزان والسعيدان والألباني. ختاما، انتبهوا يا إخوان، استفيدوا من أبي عمر الباحث الذي يقول لكم كل منا يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا مفتي حلب، إلا إذا كان مشاهدون لحلقة أبي عمر الباحث أكثر عددا، على مذهب من قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الدليل الآن عند أبي عمر الباحث تعرف الحق بطريقين. الأول، إذا كان من تكلم مفتي صار معصوما، كيف عند الشيعة من صار إماما صار معصوما، فعند أبي عمر الباحث من صار مفتيا صار معصوما، وإن طعن في العلماء الآخرين. يعني أبو عمر الباحث اللي هو ديدنه منع الطعن في العلماء يستدل الآن بمن يطعن في العلماء، بل هو نفسه صار حداديا أبو عمر، بل أبو عمر نفسه صار حداديا. كيف؟ لأنه تبنى طعن البخاري في أبي حنيفة، فصار أبو عمر إيش؟ حدادي. يلا يا أبو عمر، ختامها مسك، عفوا ختامها بصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.